إلى كل من يشاهد ويستمع لبرنامج بشرى السلام، سلام لكم من معطي السلام، السلام الحقيقي الرب يسوع. شكرا للرب وبعونه الدائم نقول معا إلى الأمام بشرى السلام. مرة تانية، إلى الأمام بشرى السلام. شكرا. ومن جميع العاملين في فضائية LLBN TV Galaxy 19 والذين يقدمون البرنامج، نقول للمشاهدين ألف شكر لكل مساعد ولكل من يقدم أي عون لبرنامج بشرى السلام لكي يستمر الآن وعلى الدوام، آملين أن يبارككم الرب ويديم نعمه عليكم. يسرني أن أقدم البرنامج كالآتي: الموسيقى كانت من الدكتورة سونيا، والترنيم ستقوده ريم، وسوف أصلي. وديت سمعان ستقدم البرنامج الصحي، والجوقة التي نسميها جوقة الشبيبة أو جوقة بشرى السلام ستكون هناك ترنيمة خاصة. أيرين فرجو ستقدم قصة للصغار، وحني قطريب ستقرأ الكتاب المقدس، والسيد نسيم خوري سوف يقدم شعر جميل جدا عن العزة القادمة. العزة سيقدمها القس جورج خوري، وهناك أيضا ترنيمة، وسننتهي بصلاة من الواعظ القس جورج خوري. الترنيمة الافتتاحية ترنيمة رقم 117، ترنيمة رقم 117.
نصلي. لك الحمد أيها الآب من أجل أنك فديتنا بدم يسوع المسيح الذي صلب، مات وقام، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات. إنه يشفع فينا عن يمين الآب في هذا الوقت. ساعدنا لنكون مستعدين الآن لنستمع إلى كلمتك من الكتاب المقدس. أصلي من أجل جميع الذين يتألمون، الذين يعانون من الأمراض والويلات والفيضانات والحروب، ليحل سلامك أيها الإله القادر على كل شيء في قلوبنا، واعطنا أن نستعد لذلك الوقت حيث لا حروب، لا كوارث، لا موت ولا حزن، بل فرح إلى الأبد مع القديسين. هناك نمجد الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. نسأل هذا باسم مخلصنا يسوع، آمين. شو بده يكون حلو هالمحل اللي بدنا نروح عليه، اللي بده ياخذنا يسوع، لأنه ما راح يكون في أمراض ولا راح يكون في ناس مثلي عم بيرجفوا قبل ما يقولوا لكم القصة تبع المرض. بدي أحكي اليوم عن داء باركنسونز ديزيز، بيسموه باركنسون، وحتى بالعربي مسميينه باركنسون. وصفوا أول مرة طبيب إنجليزي بريطاني يلي اسمه باركنسون، ولهالسبب سموا المرض باركنسون من شي 200 سنة. بيصير اضطراب داخلي بالدماغ، في محل بالدماغ بيسموه أسود، وهالمحل هيدا مادة سوداء. هالمحل هيدا يلي بيعطينا دوبامين، والدوبامين هو اللي بيعطينا بيخلي العضلات والأفكار والتم وكل التحريك مع بعضنا. مع بعضه، يعني وقت بنتحرك اللي عنده باركنسونز ما بيقدر يتملك بحركاته وبيرجف، ووجهه بيصير مثل كأنه معمول من جفسين ثابت، فرد شكل ما بيتغير، ما عنده وقت اللي بيبتسم في يعني تعجب بوجهه، أو وقت اللي بيغضب بيصير فرد شكل. وهالمحل اللي بيفرز الدوبامين هو مسؤول عن عصبية تتحكم بالحركة، بكل الحركة بالجسم. شو أعراضه هيدا هالمرض؟ وقت اللي بينخفض الدوبامين بالدماغ، الحركات بتصير بطيئة وبتصبح شاذة مثل ما قلنا، بتروح محل بدها، وتصبح العضلات شديدة التوتر، بتصير مثل الخشب عضلاتهم، يعني لا بتمط ولا بترجع، بتخشب. وهذا بيسبب تيبيس وتصلب بكل المفاصل، وبصير عنده الرجفة، وبصير طبعا هالإنسان اللي بده يمشي بيشحت شحت جراه، يعني هي بيأثر على كل الجسم، وحتى حكيه بيصير مضطرب، وبيصير أوقات بيجري ريقه اللعاب تبعه، وبيفقد الشهية، وراسه في طقطقة وقت اللي بيمشي. وهالاشياء هيدي كلها بتميز داء الباركنسون.
شو منعالجه؟ كيف منعالجه هالمرض؟ هلا عرفنا انه كل شيء الاعصاب تنتزع لانه الدوبامين ما عم بيشتغل بالراس، وبنعرف انه بيصير في هالحركات الهز، والجيران ما بيعودوا يمشوا مثل ما بدهم، والكلام ما بيطلع من تمهم مثل ما بدهم. هيدا ما له علاج، صاحبه ما بيشفى، لكن فيهم يعالجوا الأعراض والتقليل من هالأعراض بدواء. وهالدواء وقت اللي بيعطوه للمريض بيتحول إلى دوبامين، وبيصير المريض شوي أحسن، بس ما بيصح ولا بشكل. بعد لليوم ما اخترعوا شيء إنهم يصححوا اللي عنده باركنسونز. شو هي الأطعمة المفيدة لإله؟ إذا بتتذكروا وقت اللي حكيت لكم عن القلب وعن السكري وعن الضغط، شو قلنا الأكل لازم يكون؟ طبيعي. أكل طبيعي، خبز القمح الكامل، والرز الأسمر، وإذا عم بياكل باستا بده ياكلها من الحبوب الكاملة، والسيريال لازم يكون كمان من الحبوب الكاملة. لبن وزبادي وعدس مطبوخ بيستعملوا نتفة صغيرة منه تيصير الأكل جامد، لأنه هو ما في لعوس منيح ولا في يبلع منيح، بقى بيهرموا له الأكل للمريض وبيحطوا اشياء معه تيصير جامد من شان ما ينزل عليه تيقدر يبلعه. في عنده مشكلة كبيرة كمان، بيصير في عندهم إمساك، والإمساك بيساعدوا الخوخ. بيساعدوا على الإفراز، البراز. فإذا لازم نستعمله لهالمريض قد ما فينا، وساعة اللي فينا نطعميه شوي. والتين، اليوم التين عزه، ما هيك؟ والتين والفواكه الخضراء والمجففة إذا ما نقاسي، لأنه ما في لعوس منيح وبيختنق إذا أخذ شقفة منهم. لازم يكون ناعم، وهي بيساعده كتير. صاحب هالمرض بيساعده كتير هالأكل، هاي التين والفواكه. لازم يشرب كم كباية لازم يشرب بالنهار؟ قلنا المريض لازم يشرب إذا ممكن 10، نحن 8 لصحيح الجسم، بس على القليلة 10 للمريض اللي بيكون عنده هالمرض المؤلم. وهالسوائل اللي بيشربها هي كمان بتساعده الإمساك، منع الإمساك. في أكل لازم يتجنبه، الأكل اللي لازم يتجنبه هو البروتين. وشو قلنا ما لازم ناكل يلي فيه بروتين كتير؟ اللحم والدجاج والأسماك والبيض والحليب والجبن ومنتجات الحليب كلها سوا. وهيدا هالنوع الأكل هاي بيساعد كل الأمراض، لأنه الرب عطانا من الأول شو لازم ناكل. وقت اللي نحن منخالف بيصير عنا تشكلات بجسمنا. البروتين ما لازم يتاكل كتير لأنه بيشتغل ضد الدواء. الدواء قبل ما يوصل على الدماغ ويعمل دوبامين، البروتين بيخربط له هالمشوار. فإذا لازم يقلل كتير من البروتين. ووقت اللي عم ياخد الدواء لازم يحكي الحكيم إذا بده ياخد بروتين كتير، الحكيم بيزيد له الدواء شوي.
هلا الاشخاص اللي عندهم هالمرض جربوا يعملوا اختبارات تيشوفوا شو هو احسن علاج لهم. لقيوا انه اذا عطيون الدواء بدون بروتين قوي، الدواء عم بيروح على الدماغ وعم بيعمل شغله احسن كتير اذا كان عندهم بروتين. البقول كمان لازم الحبية، يعني حبوب فاصوليا وعدس وحمص لازم يقلل منهم. ليش؟ لأنه بيصير عنده انتفاخ، هو هالمرض بيعمل انتفاخ، وهالحبوب بتعمل انتفاخ بزيادة وبيتضايقوا كتير، بيصير عندهم ريح زائد في البطن مع تقدم المرض. كل ما زاد المرض بيصير عندهم أكتر. الجوزية يعني الجوز واللوز الكسرات ما لازم ياكل كتير منهم، والخبز المحمص الناشف. ليش؟ لأنه ما في يبلع منيح. والشوربة بما أنه عنده صعوبة، اليخنة واللبن وكلهم صعب إنه يشربون، لكن لازم يتعلم، لأنه وقت اللي عم بيرجف كيف بده يحط ملعقة الشوربة بتوقع عليه، وقت اللي بده يبلع شيء بحطوا له شيء تيجمد الأكل شوي. وقت اللي بده يبلع، لأن زلاعيمه ما بتشتغل مزبوط العضلات، لازم يوطي دقنه على صدره ويبلع حتى ما يتشردق. كمان الفيتامين بي لازم ما ياخد فيتامين بي. كتير ناس بيقولوا الفيتامين بي كتير كتير مهم، وبيصيروا بيعطوه بدون ما يكون في سبب. لازم ما ياخدوا صاحب هالمرض، ولازم يتناول لأنه كمان بيخربط له مع الدواء، ولازم ياخد وجبات صغيرة لأنه بيطول كتير تياكل بيأس. بقى لازم ياخد وجبات صغيرة وأكتر يعني عدة وجبات، بدل ما 3 وجبات بالنهار يعطوه يمكن 5 بس صغار. وإذا ما بيقدروا، لأنه صعب كتير واحد يخلي الأكل سخن، بس في اشياء اليوم عاملينها يلي فيكن يحطوا الاكل فيه، والسكاكين والملاعق وهالاشياء هاي كمان خطر عليه، بس عاملين اشياء بالسوق يلي في واحد يشتريها من شان هالمرض. وقت اللي بيتعلم انه يحكي في ثيرابيست سبيتش ثيرابي بيعطوه من شان يتعلم الحكي، واذا صار يحكي مزبوط أحسن، يعني مش مزبوط بس أحسن ما كان، هيدا بيساعده كمان على البلع وعلى العضلات اللي بيتموا. لازم يتأنى على مهله ياكل، وعائلته ما لازم تدفشوا انه كال كال كال، يمكن يضعف جسمه، بس أحسن يضعف جسمه وما يتشردق بأكله ويموت ما يعود فيه يتنفس. وإن شاء الله ما حدا منكم بيصير له هالمرض، وإذا بتعرفوا حدا عنده هالمرض ساعدوه.
اليوم قصتنا بعنوان حمار يقلد حمار، إذن هو حمار. الحمار حيوان أنيس، والإنسان استفاد من هذا الحيوان لمدة طويلة منذ 6000 سنة، والإنسان يستخدم هذا الحيوان. لم تكن هناك مركبات ولا سيارات ولا أي وسائط نقل، فكانوا يستخدمون الحمار في التنقل وفي نقل الأشياء. وهو حيوان صبور، صديق للإنسان، وأيضا لديه ذكاء وحدة سمع، ويتعلم الطريق الذي يجب أن ينقل فيه البضاعة. فللمرة الأولى يأخذ صاحبه، وبعد ذلك يعرف الطريق كيف يذهب ويرجع. أحيانا نسمي شخص حمار، معناته غبي، وأحيانا يستخدموه في أوروبا الغربية الحمار كشخص يعمل كثيرا، ويعمل كثيرا وبأجر قليل، مع أنه هذا الحمار ذكي، ولكن هذا ما ساد عليه. أيضا الحمار له يوم في فرنسا، في يوم 6 أكتوبر يحتفلون بيوم الحمار. المسيح دخل على حمار عندما دخل إلى أورشليم، وعادة الملوك يأتون على حصان، والحصان أقوى وأشد من الحمار، والملك الذي يدخل على حصان معناته هو رجل حرب، لكن يسوع دخل على حمار معناه رجل سلام. نرجع إلى حمارنا. كان هناك شخص لديه حمار، وكان هذا الشخص ينقل أكياس الملح على هذا الحمار من منطقة إلى أخرى. تعلم هذا الحمار أن ينقل هذه الأكياس، يذهب ويفرغ الحمولة ويرجع. ونعرف أن الملح ثقيل، يستطيع الحمار أن يحمل 20 إلى 30% من وزنه، فكان يسير ويوصل البضاعة ويرجع. كان على طريق النهر يذهب ويرجع. في يوم ما وهو يسير ومثقل بهذه الأحمال الثقيلة، رأى حمار يسير بجانبه. كان يسير مع صاحبه، وكان حامل كمية كبيرة من الإسفنج. نعرف أن الإسفنج هو خفيف، وكان يتباهى هذا الحمار مع أنه الكمية كبيرة لكنه يسير بخفة. نظر إلى حامل الملح وقال: لابد أنك مريض ولا تستطيع أن تحمل هذه، تمشي بصعوبة، وإنك كبير في السن ربما. والحمار حامل الملح فكر، قال: لماذا يمشي صاحبي بهدوء وبسهولة بالرغم من أنه حامل كمية كبيرة من البضاعة؟ وهو يتكلم مع نفسه انزلقت رجله وسقط في النهر. كل الملح الموجود عليه ذاب وذهب في النهر، وخرج الحمار نشيط خفيف بدون حمل. نظر إليه حامل الإسفنج، قال: ماذا فعل هذا؟ نزل في الماء وزال كل حمله، سوف أعمل مثله. وهو يسير على حافة النهر قلد هذا الحمار وأسقط نفسه في الماء. ماذا تظنون حصل؟ كل الإسفنج امتص الماء، وزاد وزنه أضعاف وأضعاف. وكم أراد أن يخلص نفسه أو صاحبه أن يحمله لم يستطع، ومات غرقا. هناك الكثير من الناس ماتوا غرقا قديما، وفعلا حصل طوفان ولم ينجو إلا 8. كان هذاك الطوفان طوفان ماء، وغرقوا العالم بأجمعه عدا 8 أشخاص. هناك طوفان نار سوف يأتي، سوف يكلمنا القس جورج عن هذا الطوفان،
لا نريد أن نكون مثل الذي غرق بالإسفنج، بل نريد أن نكون مثل الذي أزيل حمله، أن تزال كل خطايانا وأن نكون مع يسوع. قراءتنا لهذا المساء مأخوذة من إنجيل متى الإصحاح 24 وأعداد 37 إلى 39. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك، ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. عالمنا الفاسد اليوم يشبه كما سمعتم عالم الطوفان، وإن عائلة الطالب رجا كانت على حق عندما خافت عليه من أن يقع في المستنقع الفرنسي الساقط المليء بالإغراءات والشرور، لكن رجا كان أقوى من التجربة وانتصر عليها. وفي حادثة مشابهة أرسل الملك فاروق ملك مصر أحمد شوقي أمير الشعراء آنذاك إلى فرنسا بقصد الدراسة، وبعد أن عاش المجتمع الفرنسي لفترة وجيزة كتب إلى الملك رسالة يخبره فيها عن الحياة في باريس والتحدي الذي يلاقيه الطالب الشرقي المتحفظ، فابتدأ قصيدته بهذين البيتين: يغرهن بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. أيها الأحباء، الفرق بين الموت الأبدي والحياة الأبدية خطوة وقرار جريء واحد تتخذه أنت، وهو أن تقف مع المسيح تتمسك بحبل خلاصه، عالما أن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. لماذا التعدي؟ لماذا العناء؟ لماذا نقاسي البلاء والشقاء؟ فإن كنا حقا إليه عطاشا، محبة ربنا ينبوع ماء. وإن كنا نشقى هموم الحياة، فهو طبيبنا وهو الدواء. فلك الخلاص صليب المسيح، افتدانا لنحيا، ونعم الفداء إلى التائهين ببحر الحياة، إلى اليائسين كتاب الرجاء. فليس بغير المسيح خلاص، وليس بغير المسيح سماء، فهو البداية وهو النهاية، أول حرف وآخر ياء. فلك نوح النبي أنقذ عائلة نوح فقط، فليكن أيها الأحباء صليب المسيح فلك الخلاص لكم ولي ولكثيرين ممن سلموا حياتهم إليه. آمين. شكرا. أنا فرح أن أراكم تأتوا من كل مرة لهذه الاجتماعات، وأرجو أن يكون العديد يستمعون على المحطة أو على الإنترنت، إذ هذه العظات بركة لي. عندما أتكلم لنفسي. ففي الذين معنا الكتب المقدسة في سفر أشعياء النبي أصحاح 45 وعدد 18 45-18 يقول:
هذه الكلمات: لأنه هكذا قال الرب خالق السماوات، هو الله مصور الأرض وصانعها، هو قررها، لم يخلقها باطلا، للسكن صورها، أنا الرب وليس آخر. إذن هذه الآية تخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض، خلق هذا العالم، خلق الأرض للسكن، صورها حتى ناس يعيشوا فيها. لكن السؤال: هل لهذا النوع من السكن؟ إذ نسمع ونرى ويلات ودمار وخراب في كل مكان وفي كل ناحية. في سفر التكوين الأصحاح الأول نجد السجل عن الخليقة، وعندما خلق الله العالم خلق آدم وحواء، خلقهم على صورته. وكما ذكرت لنا السيدة أودات عن الطعام الأول الذي أعطاه الله للإنسان، كانت يقول هنا في تكوين الأصحاح الأول عدد 29: وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر، شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما. وللحيوانات أيضا قال: ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما. للذئب وللأسد وللنمر أعطى الله بادئ البادئ أن يأكل العشب. وآخر آية في الأصحاح الأول، لاحظوا ما أجمل هذه الآية: عندما خلق الله هذا العالم خلق كل ما يجلب السعادة والفرح والطمأنينة للإنسان. يقول: ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. كل شيء عمل كان مليح، لكن الخطية جلبت الوجع والألم، الحسك، الموت، المرض، الباركنسون وغيره، طوفانات، زلازل، أوجاع كثيرة أتت نتيجة للخطية. يقول لنا بأن الله عندما خلق كان كل شيء حسن، لكن بسفر الجامعة لاحظوا شيء يقول لنا الكتاب، الأصحاح السابع وآخر عدد 29: انظر هذا وجدت فقط أن الله صنع الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. الله بادئ البدء خلق الإنسان مستقيم، يمشي حياة بر، حياة ورع، حياة تقوى، حياة قداسة، إنما هم جلبوا على أنفسهم اختراعات عديدة. عندما كان يسوع هنا على الأرض، بينما كان مع تلاميذه في الهيكل، أرادوا أن يروا جمال ومباهج الهيكل، وقال لهم بأن الوقت سيأتي عندما لا يكون حجر على حجر. وآنذاك سألوا سؤال ضروري جدا، قالوا: ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ الأسبوع الماضي تكلمنا عن المجيء الثاني للمسيح، المجيء المجيد. يسوع نفسه قال بأنه سيأتي، الملائكة قالت للتلاميذ بأنه سيأتي، نفسه يسوع هذا سيأتي ثانية كما رأيتموه صاعدا إلى السماء، سيأتي هكذا كما رأيتموه. لكن هنا التلاميذ سألوا: ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ وأعطاهم يسوع علامات عديدة جدا ستحدث قبيل مجيء المسيح. وضمن العلامات ما قرأت لنا السيدة حني قطريب
في إنجيل متى الأصحاح 24 والأعداد 37 إلى 39. هنا يقول: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. فيسوع نفسه إذن عم بشدد عندما ذكر عن نوح، معناته الطوفان إجا. في ناس تتفلسف بتقول ما نعرف كأنه طوفان محلي أو هذه كلها خزعبلات، لكن هنا نفسه يسوع عم بيقول وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. يا ترى كيف كانت أيام نوح؟ يسوع يقول هنا يتابع: لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك. شو في خطأ؟ درسنا بأن الله أعطى للإنسان بعد أن خلقه عندما سلطوا على الأرض أنه يأكل. في خطأ في الأكل؟ طبعا لا. لكن شو الخطأ إذن؟ يقول كانوا يأكلون ويشربون. على ما يبدو في خطأ في نوع الأكل وكمية الأكل ووقت الأكل. وجدنا أنه الإنسان ابتلش يعمل اختراعات عديدة. بادئ ذي برق قال له الشجر يلي فيه بذر يلي هذا بيكون أكل لكم. حتى حبة القمح الصغيرة يلي تلش الناس يتفلسفوا فيها، يلي صاروا يجزئوها. صار في الطحين الأبيض، في ناس ما بتاكل إلا الخبز الأبيض، لكن في الخبز الأصفر، لكن كمان حتى من الحبة صار في القمحة يلي بيسموها شو؟ الجرم. تلاقيها كمان تشتريها لوحدها، هذه أغلى. وكمان في انخالة. نحن كنا عندما نعجن ننخل نخالة نطعمها للدجاج، لكن كمان بتقدر تشتري نخالة. حتى إذا بدك تاكل أكل صحي لازم تشتريهم كلهم هلا حتى تكون عم تاكل أكل صحي. مش بس هيك عن الأكل، هلا كمان ذكرتنا عن الأشياء اللي الإنسان لازم يمتنع عنها إذا كان عنده الباركنسون. اللحومات وأنواع اللحومات. بادئ البدء سنتكلم موضوع كامل عن الصحة، شو أعطى الله للإنسان. لكن بعد أن دخلت الخطية الله سمح للإنسان حتى يأكل بعض اللحومات الطاهرة، لكن كمان في كان عدة حيوانات شو؟ نجسة. الله قال لهم هذه نجسة إلكم. أما الإنسان بيبطش بالأكل، هذا طاهر هذا نجس، كل شيء بيدخل للفم. اللي بيدخل الفم بيجوا بيحللوها من الكتاب، الذي بيدخل الفم ما بينجس إنسان. فم الله بياكلوا لحم الخنزير ولحم هلم جرة وعلى اختلاف أنواعها. الكتاب يقول كما كانت في أيام نوح هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. كانوا يأكلون قبل الطوفان على أيام نوح. يأكلوا. في فرق بين ما الإنسان يأكل حتى يعيش ويعيش حتى يأكل. في ناس بتأكل كرمال تعيش، بحتاج اقتات حتى أعيش، لكن في ناس بتعيش هدفها الوحيد شو؟ الأكل. الكتاب بيقول عنهم آلهتهم بطونهم. وبنعرف المثل العقل السليم وين؟ في الجسم السليم. وإذا كان الإنسان مش عم يهتم بصحته شو بيصير؟ بيصير باركنسون وغيره، يمكن بيتدهوزن عقله كمان بالنسبة لصحته. لهالسبب الكتاب عم بيقول يسوع ذكر على أيام نوح شو كانوا يعملوا؟ كانوا يأكلون ويشربون. الشرب ذكرت لنا كمان السيدة أودات قديش لازم نشرب.
8 جلاسات، 8 كبايات، وإذا كان واحد مريض 10. ما في خطأ بشرب الماء. لكن كمان الإنسان ابتدى يتفلسف. بتذكر عديلي بلبنان كان يجيب لي عنقود العنب وقال لي سبحان الله تعالى بحبة العنب حط لنا عصير العنب، فاكهة بكلها موجودة. لكن الإنسان ابتلش يغير، صار يعمل الخل والخمر والنبيذ والعرق والمسكر وهلم جرة، والإنسان بينبسط فيها. كيف؟ فإذا كيف كانت على أيام نوح؟ كانوا يأكلون ويشربون، وشو كمان يعملوا؟ ويزوجون ويتزوجون. في خطأ بالزواج؟ الله من البدء عندما خلق آدم قال لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. فريضة مقدسة أتتنا من الجنة. لكن كما كانت أيام نوح. لاحظوا معي كيف كانت أيام نوح عندما نقرأ بسفر التكوين الأصحاح السادس. تكوين الأصحاح السادس إذا معنا الكتب المقدسة. ولاحظوا كان جسم الإنسان أكبر بكثير، طبعا أكبر مني بكثير. كانوا 12 عدد وكانوا يبطشوا. لكن لاحظوا معي شو بيقول الكتاب عنهم بسفر التكوين الأصحاح السادس من عدد 5. يقول ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. شو صار؟ الشر شو صار فيه؟ زال من الأرض؟ لا، كثر. وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شو؟ شرير مرة بالسنة. كل يوم كان ما بيفكر إلا بشو؟ بالشر. كيف يسرق، كيف يزيد ماله، مين يغتصب. كان القوي بقوته. نحكي عن الإنسان بيقول إنه هو أشرس حيوان. كان أشرس من الحيوانات المفترسة. كان فكره بالشر كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. إذا كانت أفكاره شريرة كل يوم. بالمساء كان يفكر ويحلم شو بدي أعمل بالنهار، وكان يطبق بالنهار. لاحظوا الكتاب يا الآباء والأنبياء في عدة اقتباسات بريد أقرأ منها شوي، يلي بيخبرنا عن أيام وقت الخلق وكيف دخلت الخطية، وعن نوح والطوفان، وعن أبونا إبراهيم خليل الله. يقول لقد منح الله الناس قبل الطوفان هبات كثيرة وسخية، ولكنهم استخدموا هباته في تمجيد أنفسهم. لشو استعملوها؟ تيمجدوا نفسه. لقد أرادوا فقط إشباع غرورهم ورغبات قلوبهم المتكبرة، وصروا وتهللوا بمناظر الملذات والإثم. يا سلام. لقد مجدوا الطبيعة بدلا من إله الطبيعة ومبدعها. شمس عظيمة، العجل الكبير منعبده، الطاووس مزوزع حلو منعبده. حتى لهالأيام في ناس، شفت زرت ناس بيعبدوا الطاووس، يعني يا حبيبي ما أجمله. ديك الحبشي شيء، أي شيء هيك فخم كانوا يعبدوه. عبدوا الطبيعة عوض من أن يعبدوا إله الطبيعة. وعلموا أولادهم أن يتعبدوا للتماثيل المنحوتة وفي الحقول الخضراء وتحت كل شجرة جميلة غبياء أقاموا مذابح لأوثانهم.
هذه كانت أيام قبل الطوفان، أيام نوح. كمان قالوا كما يقول كثيرون اليوم إن الطبيعة تسمو على إله الطبيعة، وإن قوانينها ثابتة بحيث لا يستطيع الله نفسه أن يغيرها. وتوهموا أنه إذا كان نوح صادقا فيما قاله فإن الحكماء والفهماء والرجال العظماء المشهورين سيفهمون الأمر. ولو شو نوح بعده بيعرف. طلب الله من نوح أن يبني فلك النجاة والخلاص. طلب منه أن يبشر ويكرز وينذر ويعلن رسالة الخلاص والتوبة. ووعد نوح كم سنة؟ 120 سنة. 120 سنة. هلأ بدي مع بعضنا نتصور، هذه مش موجودة في الكتاب لكن كتصور عن عائلة. الرجال اسمه سامي وتزوج بست فاضلة اسمها سامية. سامي وسامية عاشوا حياة على أيام قبل الطوفان، أيام نوح، حياة تفاهم مع بعضهم. كان درس لحد دروس الهاي سكول وبلش يشتغل في معمل، وكان مبسوط. الصبح يروح على المعمل وبالمساء يرجع إلى البيت. لكن عندما يقعدوا للغداء كانوا يتحدثوا كثير عن مين كان الشخص الرئيسي اللي يتحدثوا عنه؟ نوح. وشو يتحدثوا؟ قصص وحكايات ونكت. شو آخر خبرية عن نوح طلعت اليوم؟ شو سمعتوا شيء عن نوح اليوم؟ اجا بشي فلسفة جديدة؟ كان سامي يستمع ويتأثر، يا حرام ليش هذا عم يحكوا عنه هيك. لكن في البيت كانوا عارفين، سمعوا في المجتمع الديني اللي كانوا يحضروه، هذا نوح ما تقتربوا له، هذا شخص جاي بس تعاليم عجيبة غريبة ما بتركب على قوس القزح، ما حدا بيقدر يصدقها. لكن مرة من المرات حب سامي الاستطلاع، قال يا جماعة كل يوم عم بسمع أحاديث وأقاويل عن نوح، أنا بدي روح بنفسي، بدي روح بعد الشغل وروح وشوفه شخصيا، شو بيخوف، شو بيسبعني، شو عنده، هو داهش بيدهشني، بدي روح. وعرج سامي بطريقه لوين؟ لعند نوح محل اللي عم يبني الفلك. راح لعند نوح، ونوح كان عم يعطي وعظة مؤثرة للغاية. روح الله كان موجود بينما نوح عم يتكلم. يا جماعة، يا جماعة توبوا، يا جماعة أتوا قلبكم لله، سلموا حياتكم، طوفان جاي بده يهلك الجميع، لكن اللي بيتوبوا بيرجعوا في فلك النجاة. وسامي كان عم يسمع، وسامي تأثر كتير لهالكلام، وسامي قال بدي ارجع مرة تانية. يا حبيبي شو سمعت كلمات، كل شيء عم بيقولوا عنه خطأ، كل شيء منه عم هيئته ما بيحبوا يجوا يسمعوا. لكن لا، أنا بدي غير حياتي، بدي توب، بدي اسمع لهالكلمات الحلوة المعسول حلوة. وراجع مبسوط معرم مثل الديك، مبسوط. راجع على البيت بده يخبر مين؟ زوجته سامية. وسامية محضرة الأكل
لكن تأخر تيجي، كان موعده يجي في وقت معين لأنه طلع تيشوف نوح تأخر. وعندما وصل عند الباب: يا سامي يا سامي، سمعتي؟ قالت له: شو وين تأخرت؟ قال: سمعتي عن نوح؟ قالت له: لا. شو صار؟ حطوه بالحبس؟ قال: لا. قال: شو حطوه بالخنكة أو بالعصفورية؟ ما شو بالعراق بسموها محل ها؟ ايه. قلت له: لا 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 يا سامي، شو لك؟ قال: انا رحت واستمعت له. انت يا سامي، انت رحت واستمعت له؟ خاب الامل فيك. عود هلا على الاكل، عود. هي صارت الحاكمه بالامر. قالت له: عندي عده اقتراحات. على شو بتطلبي؟ شو بدي؟ قالت له: من بكره بدنا نروح لعند استاذ العلوم اللي علمك العلوم وبدنا ناخذ رايه، وبعدين بدنا نروح لعالم النفس بعد بكره، وكمان بدنا نستشيره. وبتتذكر بعد ما صلنا مدة ما رحنا على الكنيسة من وقت ما تكللنا، بدنا نروح نشوف الخوري، بدنا نشوف القسيس، بدنا نشوف الراعي، لأنه بعد ما كللنا وما رحنا بعد. قال له: اوكي، طيب يا سامية، هذا شو بيقولوا. لكن هو عم بفكر. تاني يوم راحوا لعند استاذ العلوم. قال له: وين يا سامي؟ قديش كنت ذكي بالمدرسة من بعد ما قعدوا وقدموا لهم المشروبات وهلم جرة. قالت له دغري سامية: يا استاذ، بحب اخذ رأيك، شو رأي العلماء عن نوح؟ قال له: شو عن نوح؟ هذا عم بيقول انه في مي بدها تيجي من تحت الارض ومن فوق الارض وما بعرف منين. العلم بيضحك هذا كله. هذا شو عم بيجيب هالاشياء الخزعبلات؟ هذا لو في دولة هذا لازم يكون بالحبس. ورجعوا من عنده وسامية معرمة مبسوطة، ربحت الجولة الأولى. تاني يوم بدنا نروحوا لمين؟ لعالم النفس. راحوا لعند عالم النفس وزاروه، قالوا له: من فضلك بنريد نستشيرك عن نوح. قال له: نوح هذا هاتوا بياع، هذا الافكار اللي عم بجيبها ما بتركب على اي عقل ولا بيصدقها انسان. شيل انا شايفكم زوج وزوجه، هيئتكم بتنفصلوا عن بعضكم لاشياء تافهه سخيفه. انزعوا هالافكار منكم. ورجعوا على البيت وسامية يا سلام فرحانة، ربحت الجولة الثانية يا أستاذ نسيم. هلأ بعدين بدنا نروح لعند الخوري، لعند القسيس. ثالث ليلة راحوا لعند القسيس. ايه وين سامي وسامية؟ وين مش عم نشوفكم؟ من بعد ما جلسوا قالوا له: بنحب ناخذ رأيك. قالوا: رأيي؟ لا، ما سمعتوا انه من عين اي انسان يروح يسمع له والا منشيل اسمه من العضويه؟ ولو يا سامي وساميه نحن رجال الاكليروس دكاتره باللاهوت ما بنعرف شيء، وهذا نوح عم بيجي بهالافكار. لو انه في دوله هذا لازم يكون بالسجن. رجعوا على البيت. قالت له: شو يا هلا يا سامي؟ انغسل دماغك مليح؟ بعد في نوح أثر؟ بعد في شيء مأثر عليك؟ إذا بعد في مأثر أنا تضب أغراضي بروح على البيت، ووقت بترجع لعقلك ساعتها تعا واحكي مع أهلي. مسألة عويصة. سامي راح للشباك وابتلش يتقوى. شو عملت؟ يا جماعة أنا استمعت
لعظة مؤثرة، كان عم يحكي كلام معقول. كيف كلهم استاذ العلوم، عالم النفس، رجل الدين، كلهم ضده، وهو عم بفكر وإلا بيصيح سامية سامية سامية، تعي شوفي شيء بفوق الطبيعة، حيوانات وطيور عم تمشي لوين؟ نحو الفلك. شيء لا يصدق. سامي قال ياه، ولك يمكن معقول. هي كمان صار عندها حب الاستطلاع. قالت له هات يا سامي، هات لنروح نشوف. وكان في كثيرين كمان راحوا نحو الفلك. نوح عم بيعطي الوعظة، يا جماعة توبوا، باب الفلك مفتوح، اللي بيتوب يدخل فلك النجاة. لكن الشمس شارقة مثل أيام تموز، الشمس ساطعة لأسبوع بكامله. بخبرنا الكتاب إجا ملاك دخل نوح وزوجته وأولاده ونسائهم، وإجا ملاك وقفل الفلك. وعندما انقفل الفلك أيها الأعزاء، الشمس بعدها ساطعة والناس بتلشت ترقص. يا مسكين، الدولة ما حبسته، هو حبس حاله. أسبوع بكامله والشمس ساطعة، لكن بعد أسبوع تغير الوضع. أول برقة، أول لمعة، وابتلش المطر يهطل، وابتلشت المي والينابيع تجي. صار الفلك عايم، وسامي وسامية ماسكين بإيدهم وطلعوا إلى أعلى مكان، لكن كان قد فات الأوان. آخر كلمات سامي قالها: يا ليتني سمعت لصوت نوح. الندامة لم تنفع سامي ولم تنفع سامي أيها الأعزاء. ويسوع يقول: وكما كانت في أيام نوح هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. فكيف الحال معكم ومعي؟ هل سنسمع صوت الله؟ هل روح الله يعمل في حياتكم وفي حياتي وفي قلبكم وفي قلبي؟ وهكذا نلبي دعوته ونداءه ونسلمه حياتنا، لكي هو قال: ها أنا ذا واقف على الباب، شو عم بعمل؟ وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل وأتعشى معه وهو معي. أملي أيها المستمعين، إذا كنتم على الإنترنت أو في أي مكان وأنتم الحاضرين هنا، أن نلبي صوت يسوع ونأتي إليه لكي ندخل فلك النجاة. الترنيمة الختامية ترنيمة رقم 118. نرنم البيت الأول والثاني الرابع والأخير.
بصلي. أيها الرب الإله، نشكرك من أجل يسوع الذي أخبرنا كل ما سيحدث قبيل مجيئه الثاني المجيد. هو قال بأن ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلم بهما أحد، لكن العلامات تنبئنا وتخبرنا بأن مجيئه صار قريبا على الأبواب. ساعدنا حتى نسلمه حياتنا وقلوبنا لكي يتربع على عرش قلوبنا هو، وهكذا نعيش أيام غربتنا على الأرض حياة استعداد، لكي عندما يأتي نقدر أن نقول هذا هو إلهنا انتظرناه فخلصنا، نفرح ونبتهج بخلاصه، لأن نسأل هذا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. فاذهبوا إذن وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم، وها أنا معكم كل الأيام إلى انتهاء الزمان. ساهم في نشر بشارة يسوع المسيح والأخبار السارة إلى العالم أجمع. شبكة لوما ليندا للبث الفضائي هي مؤسسة غير ربحية وتعتمد كليا على دعمكم. أو اكتبوا لنا على العنوان الظاهر على الشاشة. لإرسال التبرعات اتصلوا بنا على الرقم 1866 552 6881.